مكالمة هاتفية بين رئيس الحكومة دابا اليوم نيت وسيد وزير النقل عبد الصمد قيوح كتنهي الموضوع ديال الحمله مؤقتا وعطاوهم المهله ديال سنه انهم يقادوا الوضعيه ديال المطار. هذه الحمله هذه ولا هذه الظاهره هذه اللي كتشوفوا ولات كلها مبنيه على السياسه. غادي نشرحها في فيديو ان شاء الله اللي غيتحط اليوم نيت باش نشرح لك بالقانون شكون اللي كيدير هادشي، علاش البوليسي جابوا هادشي، منين جابوا هاد الاله بالضبط وشكون اللي جابها وبناء على علاش. غنعطيك بالدليل وبالوثائق وكلشي ان شاء الله في الفيديو باش نشرح لك بالزربه، غير باش نقول لكم انا تحت الفيديو من العشيه راه دابا نيت قبل كاع كنأكد لك بان الظاهره ديال المطر ديال الحمله ديال المطر انها غادي توقف مؤقتا لمده ديال سنه 2026 انتخابات سنه. بالله عليك السي عزيز اخناش ما ديروش السياسه بولاد الشعب. راه عطا الله بلاص ما تشدوا 20 واحد شدوا غير موزين واحد راه يعطيكم 1000 موتور كيدخل من الشينوا بوثيقه ديال 50 وبسيلندر ديال 200. تنعقل في 2010 2011 كان عندي موتور وبدا التطبيق ديال القانون ديال الكاسك ديال الصاد اللي هازوا اللور. كنا نورمال ما كدير الكاسك نتاعك وحنا ما كناش عارفين هاد لافير هادي، وبدات في القانون وبداو كيوقفونا وكيطبقوا علينا القانون بدون ما نعرفوا اشنا هو بعد هذا القانون. ونفس الشيء مازال تيتكرر الان، تيتكرر مع هاد اللعيبه دار واحد الشونجمون ديال انه الماكينه ديال الموتور اللي كتمشي بواحد السرعه كبر كيدير لها واحد التيست خرجوا بلاغ لغه خشبيه ماشي كلشي الناس يقدروا يفهموه، وبداو ليكزيكسيون التطبيق ديالو على الارض سيرتو في المدن اللي فيهم مطر بزاف. هما تيبرروا تيقول لك ملي كاينه ارتفاعات وكذا الحوادث، طبعا ما كاينش ارقام ما كنشوفوش الشرح بالارقام والمصادر وكذا، وتيبداو يطبقوا على الناس كيطيح لهم الصاعقه وكيبداو يهزوا الناس للمطر الفوريان. دابا هادشي مع كثر الحكومه وقفاتو حيت ما كنشرحش، فما كرهش شي واحد النارصه يتواصل معايا يشرحوا للناس يفهموا شنو هو. هذا ابو العجول النارصه اللي دار ازمه وطنيه اليوم بسبب قرار حجز الموتورات اللي كتفوت سرعتها 57 كيلومتر في الساعه. قبل ما نعرفوا التخربيقه ديال هذا القرار اللي دار ودخل الدوله في مواجهه مع الشعب، خاصنا نعرفوا ان هذا ابو العجول لسنين طويله وهو في هذه وكاله السلامه الطرقيه عنده استراتيجيات فاشله لتقليل حوادث السير، خسر عليها المليارات، منها شراء 50,000 كاس بمليار ونص وتوزيعهم على سائقي الدراجات، ومنها توزيع شي 12 مليار سنتيم على وسائل الاعلام كاشارات لشراء الصمت، ومنها اقامه سهرات مليار سنتيم. المهم هادموا الاستراتيجيات الفاشله واللي رجع اقوى من اخنوش، داروا واحد القرار ديال الحقر على اصحاب الموتورات. الموتور اللي كيجري اكثر من 57 يتحجز. تخيلوا ان القذافي في قمه الديكتاتوريه ديالو ما فكرش في قرار بحال هذا، وهذا بو العجول خلى الشركات يبيعوا الموتورات تشبعوا، وملي ما بقاوش كيتباعوا الموتورات الشركات قال لك اجي نديروا قرار نحيدوا هاد القدام باش يتباعوا الموتورات الجداد. راه المعنى الوحيد لهاد الحمله هي ان بو العجول غيساهم في بيع عشرات الالاف ديال الدراجات الناريه وازدهار هاد الشركات، حقاش هاد القرار الغبي اللي داروه كان خاصو يطبق على الشركات وتمنع تبيع هاد الموتورات. وهنا كيجيني واحد السؤال جوهري، هاد القرار علاش ما كتطبقوش على اصحاب التريبورتور؟ او حقاش التريبورتور كيتباعوا ما عندكمش مشكل فيه، والا طبقتوه غيوقف تماما، حقاش ما كاينش بديل ديال التريبورتور كيجي قل من 57 ولا كيفاش؟ دابا حنا هاد بو العجول مول الاستراتيجيات الفاشله ومع ديك الوزير عبد الصمد قيوح اللي تابعوا في الفشل يفهمونا هاد الويل الكحل اللي داروه ما عنده معنى.